ربعة بضربة. لي شونسون تاعنا اليوم في 5 دقائق يكونوا واجدين معنا بلا تعب وبلا عيا. لي شونسون بعجينة مورقة بطريقة بسيطة وفي 5 دقائق توجد معكم هذه العجينة. كيفاش تخرج مقرمشة وتضاعف الحجم تاعها في الفرن. جبت لك كامل الأسرار اللي يخدموا فيهم المحلات مع حشوة بنينة بزاف وطريقة تحضير سريعة. ديرونا لايك واشتراك في القناة، ربي يحفظكم. يلا ندخل الوصفة وطريقة التحضير بدون إطالة. هنا جيبي كيلو تاع فرينة، حطي عليه نصف كاس تاع زيت أي 100 ملي، ملعقة صغيرة ملح وملعقة كبيرة خل. نبسس كامل الفارينة مع الزيت بأصابع يديا وبالكف تاع يدي بهذا الشكل حتى نشوف هذاك الزيت كامل دخل في الفارينة. من بعد حكمي شويه تاع فرينه تضغط عليها كي تشكل معك هذه الكره، تضغط عليها تتفتت بسرعه. صاي هنا حبسي، جيبي الغربال تاعك تاع الفرينه صفيها وشوفي هادو الحبيبات اللي بقاو من الفوقه خلاص نرميهم كما راكي تشوفي يجوا قاصحين. تبقى لنا العجينه صافيه وخفيفه كما هكا وتجي رطبه. هنا شندير نجيب الماء عادي بارد من الحنفيه ونبدا نحط، يعني دروك حطيت كاس كما شفتيني، حطيت كاس وراني نلم في العجينه باصابع يدي. بعدها نبدا نزيد بالتدريج، جبت كاس الزاوج ونبدا نكب شويه حتى لما العجينه تكون طريه. بعد ما نلمها نحطها على طاوله العمل، ندلكها 1 دقيقه. هذا مكان نحطها في كيس ونخليها في الثلاجه الوقت اللي نبغي نخدم بها، ربع ساعه. المهم خليها في الثلاجه متخليهاش برا. هنا كما تشوفي غادي نروح نوجدوا الزبده التوريق. هنا جبت 500 غرام. في كل كيلو تاع فرينه حطي 500 غرام. راني نقطع فيها بالسكين يعني بالخدمي بهذه الطريقه. نجيب كيس ونحط فيها كامل هذيك الزبده، لانه الكيس يعني يعطي واحد الحراره للزبده يخليها تطرى بسرعه. بعد ما نحطه كامل على هكذا بهذه الطريقه نغلق على الكيس ونبدا نضغط عليها باصابع يدي هكا. غادي نشكل واحد الحراره غادي يبدا يطرى فيها هذه الزبده. من بعدها نضربها غير شويه بالحلال ونبدا نحل فيها تنتحل معايا رقيقه بهذه. من بعد نجيبوا العجينه نحلوها، نديروا شويه تاع فرينه ولكن السمك تاعها ما يكونش رقيق. حليها على الطول هكا باش ما تغبنكش. من بعد نحلو هذاك الزبده التوريق من الكيس بكل سهوله، نحطها في الوسط، نحطها في وسط العجينه بهذه الطريقه ونغلقه. من بعد رشي شويه تاع فرينه على طاوله العمل وما تكتريش. هنا راح دي معايا راني نحل فيها ولكن ما تكونش رقيقه بزاف. كي تحليها عاودي طويها على زوج هذا مكان، دوريها على الطول وعاودي حليها. هنا رشي غير قليل من الفرينه، حليها بهذه الطريقه بالحلال. وما يهمش هذاك الحبيبات اللي بقاو تاع الزبده التوريق، ما يهمش اذا بقات لك في العجينه تبان، يعني ماشي شرط حتى تذوبيها. صاي هنا تشوفي كي راني نحل فيها وضروري ما ترقيهاش بزاف. كي تحليها عاودي طويها بهذه الطريقه. غادي نزيد نحلها واحد شويه فقط هكذا. ولاحظي معايا هنا قربت لك الصوره باش تشوفي باللي هذيك الزبده ما دابتش، راهي باقيه هكا تبان نورمال عادي. شوفي معايا هنا اش غادي ندير، غادي نطويها هكذا بهذه الطريقه على زوج وتعاودي نفس العمليه تاع الطي وتحلي زوج خطرات. هذا مكان نقسمها على زوج بالسكين هكذا. شوفي التوريق ما شاء الله راه يبان. هي لاباط فويتي يعني كل ما تورقي كل ما يخرج لك هذوك التوريق وتجيك علامه. تبعي فقط الوصفه وطريقه التحضير وما يهمكش في الزبده اذا دابت ولا ما دابتش عادي. لاحظي معايا غادي نقسمها على 4 وكل واحد
طرف كيما هكا غادي ندسه في الثلاجه في المجمد. الوقت اللي تبغي تخدمي بها جبديها حطيها في الثلاجه لتحت تطرى شويه وخدمي بها. انا نروح نجيب الحشوه اللي قطعت فيها شويه تاع بصل، شويه تاع الزر تاع الدجاج قطعتها الى قطع صغيره، غادي نقليهم مع التوابل اللي درت فيهم الملح فلفل اسود وشويه تاع زنجبيل. حطيت هنايا ملعقه كبيره تاع جبن طري وملعقه كذلك تاع جبن مبشور، تقدري تكتفي غير بالجبن الطري. نحركوا المكونات حتى يذوب هذاك الجبن بعد ما يكون طاب لك الدجاج، هذه حاجه اكيده. حركي وطفي على النار، حطيه جانبا حتى يبرد ونروح نكملوا الوصفه في رحبه. هذا المول اللي فيه 4 بضربه داير حاله. المهم بغيت نجربه معكم، شريته وقلت يلا علاه ما نجربهش مع المتتبعين تاعي. جبت لاباط فايتي بعد ما كنت خرجتها من المجمد ليله قبل بليله، حطيتها في الثلاجه لتحت. هنا رشي غير شويه تاع فرينه ما تكتريش لانه العجينه المورقه ما تبغيش الفرينه بزاف. حليتها رقيقه شويه كما كتشوفي، عبرت على حساب هذا المول ورشيتها بشويه تاع فرينه باش ما تلصقليش، وحطيتها بهذه الطريقه، يعني 4 بضربه كما كاتبينه في المول. المهم هنا كما كتشوفي رشيت بشويه تاع فرينه، نحط العجينه ونجيب الحشوه تاعي بهذه الطريقه. هنا شوفي الضغطي في الوسط، رقي في الوسط. على المحلات شي يديروا يرقوا في الوسط ويخلوا الجوانب غليظه باش لي شونسون تاعك ينتفخوا. هذه هي العفسه اللي يديروها في المحلات. حطي اي حشوه تبغيها، ماكش متقيده بهذه الحشوه. بعد اغلقي بهذه الطريقه. هنا ضغطت عليها غير باش نعلم البلاصه وندهن بالبيض هكا في الجوانب. من بعد كي ندهن كما راكي تشوفي ضروري هذاك البيض ما يسيلش على الجوانب، صاي ديري غير في الوسط بهذه الطريقه. هذا البيض درناه باش العجينه تلصق فيما بعضها البعض وما تنتحلناش في الفرن. من بعد نغلقوا العجينه بهذه الطريقه. نزيدو نقلعو هذوك الجوانب اللي بقاو، هذيك الزياده تاع العجين. هذا اللي بقى من العجين اش غادي ديري؟ حطي وحده فوق وحده وحطيها في الكيس، صاي بهذه الطريقه. كي تبغي تعاودي تخدمي بها كيما راها وحليها. هنا غادي نحل معاكم هذا المول كما تشوفي، ما شاء الله بالخف 4 بضربه كيما قالوا. المهم راني جربتها معكم عجبني بزاف. اذا شريتيه يعني ما غاديش يروح لك في الندم، يخدم لك بالخف. هنا راني نقلع غير في هذوك الزوائد اللي بقاو باش يجي شكل شباب هكذا. وانتي تخدمي فيها لازم الفرن يكون شاعل على اعلى درجه، يكون ساخن. هنا دهنيها بالصفار البيض ولا بيضه كامله، ولكن ما ديريش في الجوانب، ديري غير من الفوق وحرزي يسيل عليها البيض في الجوانب لانه هذاك البيض ما يخليهاش تنتفخ معك. حطيها طيب، يعني كي تدخليها في الفرن لازم تنقصي النار على 180 درجه، صاي حتى 150، وخليها طيب يعني بسرعه تنتفخ معك، ما غاديش تطول هادو لي شونسون، يعني كحد اقصى 10 دقائق. المهم هنا كما كتشوفي راني درت العجينه الزاوجه ودهنتها بالبيض وغادي نغلق. هنا بعد ما وجد معانا هذوك 4 اللي دخلتهم يطيبوا الواله، لخاطر كنت مقلقه هنا كما راكم عارفين رمضان وكاع، باش نكمل التصوير بسرعه.
لاحظي معايا هادو ما شاء الله كيفاش خرجت مقرمشه، ما ملحوش بزاف بنينه، ننصحكم باش تجربوها. وهادو الحبات الزوجيه اللي طيبتهم كما قلت لكم ما يشدوش في الوقت ابدا. شوفي التوريق شحال الله يبارك، سمعوا القرمشه ان شاء الله. وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم ونكونوا خفيف الظراف على قلوبكم. نقول لكم صحه فطوركم، الى فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو في رواحكم والى اللقاء، سلامه.